السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جاي لكم فيديو جديد وان شاء الله يكون مفيد. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الفيديو النهارده مختلف شويه، هنعمل مع بعض النهارده منيو كده لاكلات الاسبوع. لو محتاره ممكن تطبخي ايه او تعملي ايه. دي بعض الوصفات اللي انا عملتها عندي على القناه، فانا جبت المقاطع اللي هي الاخيره كده منها وهشرح لكم ان شاء الله هنعمل ايه النهارده. ممكن تفكري يعني كل يوم بنحتار هنطبخ ايه وهنعمل ايه. ده محشي يا بنات، ده محشي خاص، ده محشي ورق خاص. الخاص كتير الايام دي طبعا ورخيص وحاجه كده ببلاش. يعني انت ممكن تعملي ورق، تجيبي لفتين تلاتة خاص كده وتاخدي الورق بتاعهم وتعمليه محشي، وجنب منه بقى اي حاجه انت عندك في الفريزر. فرخه، لحمه، ان شاء الله. حتى لو عندك شوربه باقيه مثلا عيناها من قبل كده، تسقي بيهم شويه المحشي دولت وتعملي جنبهم اي حاجه، بتبقى حلوه جدا. بس انا طبعا كنت في اليوم ده كنت عامله فراخ، وكنت عامله برضو محشي كوسه جنب منه، وكنت عامله وعملت بقى شويه شوربه. ولو عندك شويه هياكل، يعني انت عارفين ان احنا مثلا بنجيب الفراخ المقليه وبنعين الهيكل بتاعها، ممكن تسلقي الهيكل ده وتاخدي شوربته برضو وتحطيها وتسقي بيها المحشي دوت، وتبقى عملتي اكله وفت وكفت وبتبقى حلوه جدا جدا جدا. وانا عملت المحشي اهوت قدامكم في الحله اللي هي الجرانيت اللي هي بتاعه توب شيف، لان انا بتسال عليها كتير جدا جدا، ومن اكتر الفيديوهات اللي بتيجي عليها اسئله واللي رفع عندي هي ريفيوهات الحله اللي هي الجرانيت. اللي هي اللي انا حتى برضو ده فيديو برضو فكره تانية برضو من افكار المنيو بتاعنا النهارده، اللي هو العدس الشوربه. احنا خلاص دخلنا على الشتاء، وطبخاها برضو في الحله الجرانيت وعامله فيها الشعريه وبعمل فيها كل حاجه. انا عندي حلتين اتنين بجد والله العظيم، هم ايدي ورجلي في المطبخ، يعني بجد حلوين قوي قوي قوي. وعندي دلوقتي داخلين على 3 سنين اهمت، وهم زي الفل. لا قشروا ولا رقوا ولا اتحرقوا من تحت، ولا ايديهم اتحرقت ولا جرى لهم اي حاجه اهو. زي ما انتم شايفين كده. ودي الفكرة التانية من افكار الغدا على مدار بقى الاسبوع، على مدار 10 ايام. براحتك خالص تاخدي الافكار وتعملي بقى اللي انت عايزاه. عملت بقى العدس الشوربة ده، وعملت جنب منه شوية عيش محمص كده. انا بحمص لنفسي بصراحة يا بنات في الميكروويف، انما للاولاد وكده بحمر لهم في الزيت وعادي، لان هم مش حابين اللي هو بتاع تحمير الميكروويف ده، رغم ان انا شايفاه صحي اكتر وبيقرمش وبيبقى نفس النتيجة. بعمله ازاي بقى؟ بدهن الرغيف بمسحة كده من الزيت، بقطعه حتت صغيرة والفه كده في مسحة كده من الزيت، واحطه كده في طبق وادخله الميكروويف على دقيقتين في الاول، واطلعه اقلبه وارجع ادخله تاني، وهكذا. يبقى دي فكرة تانية من أفكارنا هي اللي هي عملنا أول فكرة المحشي، عملنا تاني فكرة العدس، تالت فكرة بقى كفتة التوفير. الكفتة ديت حلوة جدا جدا وبترمي كمية، وبخزن منها كمان في الفريزر. اليوم اللي أنا بعمل فيه بعمل على قد أكلنا، لأنها بترمي كمية كبيرة جدا. بتبقى عبارة عن عن لحمة مفرومة، بطاطاية، بصلاية، قرن فلفل، شوية خضرة، ملح، فلفل، كمون، كزبرة، قرفة، جنزبيل. وبعملها بعمل صنف، يعني اللي انا بقليه في الزيت بقليه، بلفه كده بالبيض والبقسماط واقليه. واللي انا هعمله لنفسي ده انا عملته بعمله مشوي بقى، يعني بصبحها كده وبعمل فيها علامات الشوي ديت، وبحطها تحت الشوايه واقلبها الناحيه دي واقلبها الناحيه دي، بتتشوي زي الفل. انا زي ما قلت لكم انا باكل قبل كده من اكل البيت، بس بحاول ان انا اعمل لنفسي من غير مقلي ولا كده. هتخسي وهتبقي زي الفل. ده اللي هيتقال اهوت للاولاد وللبيت وكده. انما انا بالنسبه لي انا لا باكل مقلي ولا باكل بزيت، ولا كل حاجه بعملها بقلب الحاجه اللي هي لنفسي انا مشوي. وساعات والله بعد ما بعمل لنفسي اللي انا عملته ده، بياكلوا برضو معايا ويتبسطوا ويقولوا اه يا ماما ده كده احسن، ده كده احلى. بس انا بحاول معاكم يعني على القناة بعمل معاكم اكتر من فكرة. فزي ما انتم شايفين كده الكفتة ديت موفرة جدا جدا جدا، وبترمي كمية كبيرة جدا. وكل الوصفات دي موجودة عندي على القناة. بحمر منها وبعين منها في الفريزر، وعملت منها لنفسي برضو مشوي. ممكن تعملي من الصنف الكفتة ده 3 حاجات اهم، هتخزني منها وهتحمري وهتشوي برضو عادي. زي ما انتم شايفين لا فكت ولا شققت ولا جرى لها اي حاجه. انا بعملها زي ما بقول لكم لحمه مفرومه، بجيب بطاطايه وبصلايه او فلفل اخضر وشويه خضره، بضرب كل ده في الكبه، وبنزل عليهم باللحمه المفرومه، وبعجنها بقى بشويه بقسماط عشان خاطر البقسماط يشرب يشرب
اللهم صل على النبي، السوائل اللي بتنزل من البصل ومن اللحمه وكده ما تخليهاش تفك منك. وبشرب بقى بذور الشيا بقى طبعا في النظام بتاع التخسيس بتاعي. بشرب بقى بحط معلقه كده من بذور الشيا في كوبايه ميه واسيبها تتنقع شويه، لازم تتنقع يا بنات عشان خاطر تنفش كده بتساعد بقى على الشبع. والبذور الشيا لها فوائد كتير غير كمان اللهم صل على النبي انها بتساعد على الشبع، لها فوائد كتير، فيها كالسيوم وفيها حاجات كتير. لو عملتوا بحث كده بس كده على بذور الشيا هتعرفوا ان لها فوائد كتير جدا جدا للعظم وكده. وزي ما انتوا عارفين بقى طبعا معايا ان انا دايما بشتكي بعظمي وكده كلنا يعني، وبالذات في الشتاء وفي البرد. بس كده بنقعها بقى كده، وممكن بعصر عليها عصرة نص ليمونة وربع معلقة عسل لو انا هشربها على الريق وبس. كنت انا عاملة بقى في اليوم ده مكرونة، خدت بقى حوالي عن 4 معالق كده ولا 5 معالق من المكرونة، وحطيت جنبها الفراخ بتاعت بتاع قصدي الكفتة بتاعتي اللي انا شويتها ديت. ودي الكفتة بقى المقلية مستوية وزي الفل. وعملنا سلطة وكان في مخلل وكلام من ده وحلو وزي الفل. وادي فكرة تانية من الافكار. يبقى احنا عملنا محشي وعملنا عدس وعملنا الكفتة اهوت. وندخل بقى على الفكرة اللي بعدها، البيتزا. البيتزا انا بعملها في البيت طبعا بعجينه هشه وقطنيه وحلوه جدا جدا جدا. وبحط بقى بعملها دايما دايما، نادرا نادرا لما بعملها بالفراخ او باللحمه المفرومه او كده. دايما بنعملها بالجبن والطماطم والفلفل اللي هي المارجريت يعني. زي ما انتم شايفين كده عجينه قطنيه وتحفه. وما بحطش بقى الجبنه الموتزاريلا، ساعات بحطها مثلا في النص لما تدخل في التسويه كده، اول ما ادخلها وتبدا تستوى اقوم راح احط عليها الجبنه الموتزاريلا واسيبها تكمل. لان الجبنه الموتزاريلا لما بتتحط في الاول او هي داخله في الاول بتنشف وما بتديكيش المطه الحلوه كده اللي احنا بنبقى عايزينها وبنشوفها في البيتزاهات الجاهزه. بس كده، ديت برضو من الافكار اللي ممكن تقضي معاكي يوم. وديت بقى من الافكار اللي تقضي معاكي غدا وعشاء. يعني ممكن اعمل بقى البيتزا ديت يتغدوا منها ويتعشوا منها كمان. وساعات بعملها زي الميني بيتزا كده او احطها في صينيه مستطيله واقطعها 4 ارباع. كل الكلام ده الافكار دي كلها انا عملتها معاكم على القناه. يا رب ان شاء الله تستفيدوا منها. بجد من الافكار برضو الحلوه جدا اللي ولادنا دايما بيبقوا عايزين يجيبوها من بره، وهي بتتباع بره غاليه جدا جدا. هي احنا بنكلف عليها، بس احنا تكلفه ال4 صواني دولت بسعر واحده بس من اللي بتيجي من بره. يعني لو جيتي تحسبيها تيجي تبص تلاقي نفسك لا موفرة كتير قوي قوي لما بتعملي الحاجة من البيت. بس الفكرة اللي بعد كده، انا عمال في السمك بقى طبعا عايزاه مقلي، عايزاه مشوي، عايزاه بوري، عايزاه قراميط، عايزة جميع انواع السمك ديت برضو. من لازم كل اسبوع انا اسفه، كل اسبوع نعمل اكله سمك بقى مختلفه ومتنوعه. في اليوم ده كان سمك مشوي، عملت رز ابيض وشويت سمك. وانا شويه السمك برضو معاكم اكتر من مره على القناه. في البيت انا عندي الفرن فوق على السطح اللي هو الفرن الغاز ده، وبشوف ناس بيشووا السمك تحت الشوايه. بس انا بصراحه ما جربتوش لان انا عندي الفرن وبحب اشوي يعني في الفرن الغاز وكده. والفرن الغاز من الحاجات الحلوه جدا جدا في البيت بجد. لما هتحوشوا كده وتجيبوا وتعملوا لكم فرن، لا اما تجيبوه عموله لا اما تجيبوه جاهز، بجد بينفع في حاجات كتير جدا جدا جدا. فانا بحب الفرن الغاز بصراحه، هو عندي محطوط على السطح. فبنشوي بيه بقى السمك في رمضان لما احب اعمل بقى البكاكين او الكماج اللي هو بتاعنا ده. اللهم صل على النبي، بينفعني جدا جدا جدا. الفكره اللي بعد كده الكشري المصري. كشري مصر برضو من الاكلات الموفره اللي هي برضو لما بتتعمل في البيت بترمي كميه كبيره جدا وممكن تكفي معاكي يومين. كشري بقى اصفر، كشري اللي هو الكشري المصري ده، او ممكن تعملي الكشري الاصفر اللي هو كشري العدس وبطاطس وبيض وحاجات زي كده. دي برضو من الافكار اللي بترمي معاكي كمية كبيرة وبتقضي يوم وبتكفي. يبقى حرك بقى كل اسبوع هنطبخ ايه، بتنظمي بقى الاسبوع بتاعك على حسب الميزانية بتاعتك وعلى حسب ما انت ماشية ازاي. الحاجات دي كلها طبعا العدس المكرونة كل الحاجات دي بنجيبها بالشهر وبتبقى موجودة عندنا طول الشهر في البيت. بتقدري تصنفي بقى وتكفي وتوفي وتمشي ميزانية بيتك على حسب ما انت ما انت بتحبي.
بس كده. طبعا الحلو انا بعمل حلو كل اسبوع مثلا كده، بعمل صنف حلو، ممكن اعمل كيكة، ممكن اعمل كنافة، ممكن اعمل جلاش، ممكن اعمل اي شوية قرص، شوية قراقيش، اي حاجة من الحاجات دي ما بتبقى موجودة في البيت بتنفع جدا جدا في فطار، في الفطار وفي العشاء. يعني ممكن ما يكونش لهم نفس للعشاء مثلا، مش عايزين يعملوا جبنة ولا بيض ولا حاجات زي كده، بياخدوا حتة الكيكة ديت او القرصة او القراقيش او اي حاجة مع كوباية شاي او كوباية شاي بلبن، على حسب ما ايه، ما كل واحد يعني بيبقى عايز يعمل ايه. فالحاجات دي بتنفعني جدا وبتوفر معايا برضو في الجبنة وفي البيض والحاجات اللي احنا بنجيبها بالاسبوع او بالشهر، على حسب ما انتوا بتمشوا إيه ميزانيتكم يعني. بس يا حبايبي ده كده الفيديو بتاعي، شوية افكار كده تاخدوا منها افكار حلوة كده، يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. وبالله عليكم بالله عليكم ما تنسونيش كده في لايك وشير وتعليقات حلوة كده منكم يشجعني ان انا اكمل. انا يعني ما عدتش بنزل فيديوهات قد كده بسبب بصراحة الاحباط اللي ماليني من القناة. فاتمنى ان كنتوا تساعدوني بالمشاهدات وباللايكات واهم حاجة اللايك، يعني نفسي كده الفيديو يضرب معايا كده بشوية لايكات، الله المستعان. وبشكر كل اللي بيدعمني وكل اللي بيشجعني وبيسأل عليا وبيقول لي كملي، بشكركم كلكم. يا رب تكونوا سمعتوا الفيديو للآخر، واتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.